موسم العنب، وقلت بقى قبل ما يروح لازم اعمل الطريقة الرهيبة ديت، وبنص كيلو من العنب بس هنعمل احلى تحلية هترطب معانا في الحر اللي احنا فيه ده. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. اول حاجة معايا انا جبت معايا نص كيلو من العنب الاحمر او الغامق ده، وخدته وحطيته معايا في الحلة زي ما انتوا شايفين كده، وحطيت عليه 4 كوبايات من المية، واخدهم بقى ارفعهم على النار لمدة 10 دقايق اقلب فيه. شايفين مدي لون خطير، مكنتش متوقعة ان هو يديني اللون الرهيب ده. بعد كده بقى ارفعه من على النار واجيب الخلاط ضربة كويسة كده في الخلاط لحد ما ينعم معايا. اجيب الحلة بتاعتي واجيب مصفى واصفي بقى خليط العنب بتاعي ده، وارجعه تاني الخلاط. اخد معايا 4 كوبايات، وبعد كده هاخد معايا نص كوباية من السكر، واجيب معايا كوباية فيها نصها مية، وهحتاج 4 معالق من النشا كبار هرميين، واقلبهم على البارد، واخد الخليط ارفعه على النار، واخد بقى خليط النشا بتاعي واحطه واقلبه جامد قوي على النار، وتفضل ايدي فيها تقليب مستمر لحد ما القوام بتاعي زي ما انتوا شايفين كده الاقيه مسك معايا وبقى حلو. اخدها بقى معايا واسيبها تهدى شويه، واجيب كوبايات وهحط فيها الميه علشان لو جيتي تطلعي من الكوبايات تقدميها تطلع معاكي بسهوله. افضيت اهوت في كوبايتين، واخد معايا بقى اي صينيه واي اطباق عندك، واحط طبقه من البسكوت وعليها طبقه المهلبيه العنب ديت، ودخليها التلاجة بقى لمدة ساعتين وطلعيها رهيبة. انا زينتها معايا بجوز هند، بصوا طعمها خطير جدا وساقعة وجميلة قوي. جربوها وقولولي رأيكم ايه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد.